أهلا بيكم في نباش التاريخ. يوم 12 يونيو سنة 1874 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبر تحت عنوان في مرسيليا والإسكندرية. بيقول الخبر إن أعظم المدن البحرية وأفضلها موقعا في عالم التجارة هي مدينتي مرسيليا والإسكندرية، اللي وصفهم الخبر بأن هما مملكتا البحر المتوسط. بيشرح الخبر إن المدينتين دول هم أسياد على تجارة البحر المتوسط، وبيجذبوا أموال المشرق والمغرب والجنوب، وهم على الحالة دي من أكتر من 3000 سنة حتى لو اضمحلت أحوالهم. وبيقول الخبر إن الإسكندرية بلغ عدد سكانها مليون في عهد بطليموس، أما في أواخر القرن اللي فات بقى فيها حوالي 11 ألف بس. أما حاليا في وقت كتابة الخبر فالمدينة بقى فيها حوالي 240 ألف نسمة، منهم 16 ألف أوروبي. وبيكمل الخبر بأن محدش يقدر ينكر فضل الحكومة الخديوية اللي أخدت بالها من المدينة وأعادت إحيائها. وبيقول الخبر ان نفس الكلام بينطبق على مدينة مرسيليا، وان انخفض شأنها وانحط حالها في بعض الاوقات، بس حاليا حالها اتغير لدرجة ان مساحتها بقت ضيقة على اهلها من كتر العمران، وبلغ عدد سكانها حوالي 300 الف نسمة، وان حتى اهلها بدأوا يمدوا في المدينة اكتر على البحر المتوسط، فقاموا بسد الميناء القديم وبنوا ميناء جديد اللي ساعد على اصلاح مناخ المدينة. ومن ضمن فوائد الميناء الجديد ده ان هو بيبعد عن المدينة خطر الحرايق، وده لان لو حصل اي حريقه في السفن في الميناء القديم كان بيخلي النار تخش على المدينه. وبيقول الخبر ان من الطبيعي ان مرسيليا تخاف من الحرايق في عصر الغاز وارباب الغاز والمتسلحين بالغاز. وبيختم الخبر بان الاستفاده اللي اخدتها مرسيليا من المشروع ده انتفعت بيه برضه مدينه الاسكندريه في مصر، ده لان المدينتين متشابهين جدا مع بعض ومشتركين في التجاره، وان المحلات التجاره في مرسيليا محلات اموال في الاسكندريه والعكس بالعكس. في الاخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رايك تحت في كومنت.